بكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم باش نعملوا كيكه بالخبز البيت، باش نستغلوا الخبز البيت اللي قاعد يتلوح والله حرام، قاعد يتلوح في ليبوبيل وفي كل بلاصه. خلينا نستغلوه، خلينا اول حاجه نستحوذوا شويه على الفلوس متاعنا، والحاجه الثانيه ان ما نغضبوش ربي ونعملوا بيه حاجات مفيده وتساعدنا في الدار. بالنسبه للخبزه متاع اليوم اقتصاديه وبنينه وان شاء الله يا ربي تعجبكم، وان شاء الله يا ربي نعمل لكم ديروا سيت اخرين اللي نستغلوا فيها الخبز البيت. سبق وعملت لكم الخبز المحمص، كانوا تفرجتوش فيه براو تفرجوا فيه خاطروا عجب برشا عباد. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه، ما تنساوش تفعلوا الجرس الصغيرون باش ان شاء الله كل ما نهبط حاجه جديده تجيكم اشعار اللي انا هبط. بالنسبه للمكونات بتاع اليوم نستحقوا 2 كيسان معبين خبز مرحي معناها شابلور. نحط الخبز في الفور ومن بعد ما يتحمص نرحيه حتى نرحيه لدرجه انه جويد على الاخر. هذايا نستحقوا ساشي سكر فاني، ساشي خميره، مغرفه كاوكاو حسب الاختيار، ما تحبش ما تحطش، شتر كيس زيت، كيس مش مليان سكر، شتر كيس حليب و3 كعبات عظم. باهي اول حاجه عندي 3 كعبات عظم باش نحط عليهم الكيس مش مليان سكر، باش نحط عليهم ساشي سكر الفاني ونخدمهم شويه. نستعملوا الركاده اليدويه، مش بالضروره نستعملوا الكهربائيه، جوست باش نخدموهم حتى لين يذوب السكر. من بعد نزيد شتر كيس الحليب وشتر كيس الزيت، نخدمهم شويه مع بعضهم. من بعد نحط مغرفة الكاكاو اختيارية، اللي ما يحبش ما يحطش. نخدموها مع المكونات بالباهي. من بعد نزيد ساشي خميرة الجاتو، نخدمها بالباهي مع المكونات. نذكر اللي هو عظم، سكر فاني، شتر كيس زيت، شتر كيس حليب، مغرفة كاكاو وزدتها وحدة خميرة الجاتو. تويكا باش نزيد شتر صحفة الخبز. نذكر اللي هو 2 كيسان شابلور مرحي على الاخر، نجبو نرحيوه ولا نهرسوه. المفيد نستغل الخبز قاعد يتلوح. نزيد بقية الخبز. خديت طبق الفور دهنته بشويه زيت وباش نصب فيه الخليط نتاعنا. بسم الله.
نحطوه في الفور على 180 درجة مدة 20 دقيقة على نارين في ساعة ما يحضر. حبيت نعطي نصيحة للي عندها فور يحرق، معناها في ساعة ما يحرق لها الماكلة متاعها، ننصحك حط طبق في وسط طبق، معناها حط طبق ومن بعد فوقه الطبق اللي باش طيب فيه، وحط على نار لوطانية، في الدرج الاخراني شعل على نارين هكاكا ان شاء الله باذن الله ما عادش تحرق لك. هذه البنات الخبزة الجاتو متاعنا بعد ما حضرت زينتها بشوية شوكولاتة ذوبتهم في شوية زبدة. ان شاء الله يا ربي عجبتكم. هاني باش نقص لكم منها شوية باش تراوها من داخل تجي خفيفة وبنينة في متناول الجميع. ان شاء الله يا ربي الفيديو متاع اليوم عجبكم، ان شاء الله يا ربي نتقابلوا على قريب. من هنا لغادي نقولكم ردوا بالكم على رواحكم، بوسكم بوسة كبيرة في امان الله وبسلامة. بي